مرحبا أحبابي، اليوم جيناكم بأكلة جديدة من مطبخ ست الحبايب، وهي مرقة السمك العراقية. خليكم ويانا نشوف طريقة العمل. عندي سمكة كبيرة، فتحتها من الظهر، صدفتها وقطعتها وبهذا الشكل. هسه ملحتها وتركتها تقريبا ربع ساعة إلى نصف ساعة تاخذ بيها الملوحة. ومن بعدها غسلت قطع السمك وحضرت التتبيلة اللي هي دقيق، بابريكا، كاري، ملح. خلطت المكونات مع بعضها وصارت بهذا الشكل. خليت بالطاوة زيت، سخنت الزيت ورشيت قطع السمك بالتتبيلة، تتبيلة الدقيق والكاري، وقليته. قليتها من الظهر، بعدين قلبتها. قطع السمك تحمصت بهذا الشكل. ضروري تتحمص قطع السمك حتى المرقة ما تكون زفرة. حمصتها من كل الجوانب بهذا الشكل. راح أكمل قلي كل قطع السمك. هاي القطعة الأخيرة كملناها. عندي هنا طرشانة وآلوشة، بالعراقي نسميها طرشانة وآلوشة، اللي هي المشمش المجفف والآلو المجفف يكون يابس، يعطي للمرقة طعم حلاوة على حموضة كلش طيب. وعندي البصل قطعته ناعم، وثوم قطع ناعم، ونومي بصرة، ومعدنوس أو كرفس مثروم. راح نبدي نسوي حشوة للمرقة. خليت زيت، خليت البصل، من بعدها ضفت الثوم المقطع والنوم. بعدها ضفت الطرشانة، ومن بعدها آخر شي ضفت المعدنوس المثروم. ضفت المعدنوس المثروم آخر شي حتى لا يحترق. ضفت البهارات اللي هي الكاري وفلفل أسود وملح. من بعدها ضفت المعجون، معجون طماطم. قليته مع المكونات البقية إلى أن تطلع ريحة المعجون ويتغير طعمه. من بعدها ضفت المي. راح أتركه يغلي وتبدي تدخن المرقة. أضيف قطع السمك بهذا الشكل.
كملت عندنا مرقة السمك وصارت بهذا الشكل، أصبحت جاهزة وهذا شكلها النهائي. يكون مرقة السمك دائما تكون ثخينة، تكون بهذا القوام، والحشوة شوفوها محلاها، الطرشانة اللي بيها ما أوصف لكم الطعم، كلش طيبة. جربوها وإن شاء الله تنال إعجابكم. حبايبي إذا عجبكم الفيديو لا تنسونا باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس حتى يوصلكم كل شي جديد من مطبخ ست الحبايب. أشوفكم على خير، مع السلامة.